أهلا وسهلا. مش سمعكم الخطاب بتاع قيس سعيد قديم، مش ناخذوا عندنا شوية نقاط معناتها نسمعكم شوية زي حكاية فريد، ما دام عندي الطريقة طويلة أنا فهمت لما نسمع الدوري بالنظر في الأوضاع التي تعرفها تونس كلها لحظات فرز تاريخية، والشعب يقوم بهذه العملية بوعي غير مسبوق، بوعي سيسجله التاريخ بأحرفها من ذهب. وتابعوا الوضع أناء الليل وأطراف النهار في كل مكان، سرتوا في الليل، وسواصل المتابعة. وتابعوا الوضع في جابس وفي عديد المدن الأخرى. وفي جابس لو كان الدغباشي على قيد الحياة لوقف مع الأهالي بصموده البطولي التاريخي للتصدي للمتآمرين على الشعب التونسي. معناتها الدغباشي لو كان شي حي قال لك قيس سعيد راهم المناصرين نتاعو، المناصرين نتاع واحد بس كتاب في فرنسا. اللي نعرفوا اللي الدغباشي قال لك يحب يعيش وتوا حي عند ربي نحسبه من الشهداء باش يحارب جماعة فرنسا معناتها اللي قاعدوا معناتها كالعادة يكذب بس كل شيء. تولى الأهالي في هذه اللحظات بالذات، يتولى هؤلاء الصادقون الثابتون المؤمنون بحقهم الطبيعي، يتصدون لمن يريدون توظيف آلامهم لحساباتهم المعروفة المكشوفة. عملية الفرز تتم بسرعة وستأتي نتائجها قريبا وسيتحمل كل مسؤول كيما نتائج أهلنا في جرجيس، صبرا على جرجيس، كيما حيط المزونة اللي تو تعمل كاملة طبق القانون، أن أهالي جابس بشبابها وبعلمائها. على فكرة تبقى القانون هذه موجهة للخارج، لكن القانون اللي يكتبه هو ويفسره هو ويعمل هو كل شيء. معناتها القانون شنو تيجي راح يحترم الإجراءات لا دستور لا قانون لا حاجة. المهم مش علينا. وحكمائها وبأحرارها وحرائرها وضعوا برنامجا منذ سنة 13 و2000، وكنت بينهم لوضع مخطط ينهي هذه الكارثة البيئية من 2013. وهنا البريسك 2026 احنا داخلين وكملناه في 25. راهو اليسير نتاع المعمل مش كيما في 2013، معناتها الحلول اللي لقيتها في 2013 توا انساها، توا الخمخم ولات. كان كنت وقتها تنجم تصلح شويه، توا ما عادش في ما يتصلح المجمع، هاي مش مشكله. كمان اعد اطروحه، والاطروحه هذيك معناتها تاع 2013 ما عادش بالابل توا باللي كونديسيون تاع البوليسيون والكونديسيونات الكل اللي موجوده معنا. هذا مش مشكله. حتى دكتوراه يتعلق موضوعها بالحلول العلمية الملائمة التي يمكن اعتمادها حتى يعيشوا في بيئة لازمك تفكك المجمع فقط، ما عادش عندك حتى حل زي فات الدات. انت بيدك اعترفت الحوار اللي قبله انه ما صارش انتروتيان والناس ما زلت تخنق وانت ما زلت كعرب. البارح بعد ما انت البارح حكيت البارح الكلام ده تخنقوا. بيئة سليمة وهي حق طبيعي من حقوق الإنسان. واليوم بشعور مفعم بالمسؤولية، مفعم بالوطنية، تظاهر أهلنا بجابس بكل حرية. صحيح. والشعب أنا في جابس وطني هنا، ما انت ماكش وطني ضرب كده. في
كل مكان من هذا الوطن العزيز قادر على تخطي كل الصعاب وتقديم الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. كثيرون للأسف نسوا ما كان قيل سنة 17 و2000 من شراء المعدات بآلاف المليارات، وهي ملقاتنا اليوم داخل المجمع الكيميائي بجامس. كانوا يبيعون الأوهام، بل كانوا يريدون التفريط في المجمع الكيميائي. هؤلاء المرتزق لفظهم التاريخ ولن. في 2017 الدولة التونسية خذت قرار انها تفكك المجمع. يعني هو اتهم الناس اللي تحب تفكك المجمع باش تقضي على باش المواطنين بتاع كابس معناتها ما عادش يموتوا بالسرطان وشاشة العظام والخصوبة اللي طاحت عندهم هما سواء نتاع الارض والا حتى نتاع البحر ولا نتاع العباد. قال لك هذوكم اعتراف اليوم هو خاطر يحسب روحه وطني ماهوش باش يفك. طبعا يسمع في رياض جراد اللي قال نوع البطاطا بعد قيس سعيد عنده مشكله، سامحوني طاهر، قيس سعيد عنده مشكله مع البطاطا. اول ما شد قال لكم البطاطا بتولي ب 500 فرنك، وقت اللي يتغشش مع النقابه باش ما تعملوش اضرابات مشى شد نتاع النقابه القديم الزريعه بتاعه 13 قرناطه، قالوا شنو؟ قالوا محتكر نتاع بطاطا. ومره هبط شو اسمه عوس في بنزرت شد اسطل بتاع بطاطا عند واحد من الصديقين بتاعه. على كل خيمك يعود كما يتوهمون بهذا الشكل المفضوح البائس اليائس. مثلا كانوا يريدون التفريط في تونس يملأ ولكن تونس ليست للبيع او للإيجار، تونس للتونسيين. حب يفرطوا فيها لشكون؟ سعيد شنقريحه والبيلوني ويجيبوا لها الافارقه والله، وليست ارضا للاستثمار وبوسوا الاكتاف. وكي تضربنا اسرائيل نتخبيه وخبيوا رؤوسنا حتى جينا بتاع ايران باش نهبطوا شطر بيان معناتها. وقت اللي كانت الجبيلي اللي يطبل لك ويقول لك سياده الرئيس مش عارف شنو هذايا الجبيلي معناتها يقول انه حادث، ويطلع رياض جراد يقول لك ما هو مغروم بالجيليات، جيلي روج معناتها عامل قبل وكل شيء. تركيا حرقت جيليه في قاعده خمريه، ما هو هذا هو. ايه يا سيدي مش مشكله، انا اطلع الكذب. تونسيات ولا مشابه للمتاجرة بآلام التونسيين والتونسيات. كثيرون ليست لهم ذاكرة، ومن كانوا في وقت من الأوقات في باردو، في ساحة باردو، يتآمرون على الشعب التونسي ووزعوا الأدوار بينهم، كل واحد يلعب الدور الذي تم تكليفه من الخارج بأن يلعبه. من الخارج بأن يلعبه. هو في 2013 اللي يحكي عليها هذايا خرج معناتها بأوامر من الخارج، ايش قال؟ فليرحلوا جميعا حكومة ومعارضة. خرج خذاك التصوير كما كان قبل يطلع وحده ويحضر في روحه ويجيبوا. ومرة تم شو اسمه أرنب أكلت تمرة فالتقطها الثعلب فاختصمان إلى الضب، وكل مرة يجيبوه وحده باش يحكي حكاية كيفاش يحضروا فيه. قال لك النهضة وجماعة اليسار هذوكم اللي كانوا موجودين في مشيرتين والنهضة مشات القصبة وقتها وما مشاو كذا ومعاه متخبي وراهم التجمع سيترا، هذوك كانوا متفقين في 2013-14 بتوصيات من الخارج، كل واحد فيهم يلعب في دور. علاش هو يقول الكلام هذايا؟ لانهم هما فهموا انه التشتت نتاعهم ان شاء الله يكونوا صادقين بالشيء هذايا هو اللي جاب المسخ على البلاد نتاعنا. فهو يخاف كل ما يعني انت الجمله اللي كتبها زياد الهاني في المبادره اللي عملوها معناتها اللي حاضر فيها امين محفوظ اللي كان يكتب له في الدستور، هو كتبها زياد الهاني ماهوش هما معناتها مش ايمانهم معناتها. اما
تبنوا بما في ذلك حركه النهضه. اذا هذيك تهبلوا، فهمت؟ نعرفوا انه صعيب برشا، انه ما قلنا لهمش اتفقوا، احنا قلنا لهم قولوا انه هذا يلزم يتيح كلكم مع بعضكم فرد وقت، وانه راكم باش تحتكموا للصندوق. ما قلنا لكمش وليوا اصحاب معناتها وحبوا بعضكم، اليسار واليمين والاسلاميين والساتره والليبراليين والنقابيين. باهي نحن اليوم في ظل حرب تحرير ضد شكون؟ على كافة الجبهات. برس امك يا سعد. انا يا سيدي انسان وطني ونحب نلبس الكومبا ونحب نحارب العدو. قل لي شكون هو العدو باخي نحارب معك. هم وهن راهي ما تمشيش. شكون؟ صابر شوشان اللي حكمت عليه وبعد كي صدقت عليك الدنيا معناتها الانصار نتاعك يحرضوا على اهلنا في جابس. علاش تو؟ وراهم ماخذين فلوس من عند المغاربه، وراهم مؤامره، كلها مؤامرات. هذوما الاعداء. شكون الاعداء؟ فهمني شكون الاعداء. بعد ما تقول لنا شكون الاعداء بالرسمي مش نحرروا البلاد من شكون، او نشوفوا معناتها نلبسوا معك الكومبا. اللهم تحب تحررها من امثاليانا معناتها. هابط البنزرت المره الاخرى معناتها جدودنا اللي في بنزرت معناتها جيراننا وعائلاتنا، فهمت؟ اللي موجودين غاديك ماتوا من اجل البلاد باش يخرج اخر جندي فرنسي من بنزرت. ما عندك حد في العائله على فكره انت معناتها من الشهداء والناس اللي ناضلت. انا نحكي معك معناتها العائله معروفه معناتها من مجموعه الشرايطي، انت عائلتك من الصبابه. اذا سامحني قيس سعيد، قول لنا معناتها انت بتحكي باسم الدغباجي، معناتها يظل الدغباجي قريب الغنوشي مش قريب قيس سعيد اللي تحكي عليه الدغباجي. انت جدودك صبابه قيس سعيد. اذا اعطينا يا سيدي انت توا شكون هم جدودك هذوما اللي هابط انت البنزرت تحكي باسم الشهداء، وانت كل حاجه في تونس دمرتها وركبت عليها مع مذهب والدين بوك. هذه تعدى على الفصل 72 على فكره، مش بتاعتي اللي لتفكيك شبكات. اسمع مرسوم 54 كيفوا معاه 72 واعملهم كما تحب انت. هذا بالاخر بقول ننصحكم عديهم الكل. هاي ما يعجبكش تو كذاب منافق كلب. الفاسدين والمفسدين الذين أينما حلوا أسرع إلى المكان الذي حلوا به، أسرع إليه الخراب والدمار. بالحق صحيح. هم اللي هدوا على الفريقوات برشكلو يا اخي الدنيا معناتها شعلت فيها النار، وهما اللي كانوا يهبطوا معناتها للواحد تاع الحديد تقص، وهما اللي مشاو بتاع المنزه قالك باش يصلحوه، ضرب المنزه قاعد غاديك كيما هو، وهما اللي تو قنطرت ولا هما اللي يحكيوا على المستشفى. هذا ما نحكيوش، عملت الباب وجبت شويه كذا وزدت شويه بعد الباب وحل الخراب. يظهر لي معناتها قيس سعيد انت كيما مسيلمه الكذاب. مره مسيلمه الكذاب يحب يبارك بير زق فيه ينشح. انت من اللي جيت للبلاد واحنا من كورونا، الازمه الانقلاب، الازمه الاقتصاديه، الازمه الاجتماعيه، للهم الكل، كان ثم واحد معناتها جاب الخراب للبلاد وفرق الشعب ودخل الدنيا في حيط وقاعد الميزانيه تكبر والانتاج ينقص، وتعطي في كادوات الحسنه جاب الله والشركات الاهليه اللي هما يلزم يكونوا منتخبين معناتها في مجلس نتاع الدواب نتاعك هذوما الاقاليم والجهات باش تاخذ يا ابو كلب مليار باش تعطيهم على حساب تعمل في حزب سياسي بالفلوس على كل. اذا كان فما واحد جاب الخراب للبلاد وقاعد يسير بالازمات راهو المجنون قيس سعيد، ولا المدون قيس سعيد، ولا المعارض قيس سعيد يحكم ويعارض وحده وكيف يعارض في روحه. من ينتمي أو يدعي الانتماء إلى ما يسمى مجموعة الأحرف اللاتينية كلها، الأحرف اللاتينية الحرف الأخير بيبدأ من A إلى Z، أو كما هو في الصحيفة الفرنسية المعروفة de A jusqu'à Z. ولكن الشعب التونسي بوعيه الثابت، بوعيه غير المسبوق مرة أخرى، بوقوفه في هذه اللحظات بالذات إلى جانب قوات الأمن في صف واحد، اليد في اليد، هو السور المنيع الذي ستتكسر عليه
كل محاولات تأسيس الأوضاع، وهو الذي يلقن الكثيرين من هؤلاء الخونة والعملاء، يلقنهم الدرس تلو الدرس. الامبريريه من الانبره والتوسعيه من التوسع. يا سيدي انت تعمل في مرسوم 54 لجماعه خايف بالجينيراسيون اللي طالعه جديده، هي جينيراسيون زاد وعارفين عملت لهم مرسوم 54 هددت بك الجماعه اللي يعملوا في التيك توك وما نعرفش شنو تاع الاخلاق الحميده، زعما راني نجم نحطكم في الحبس ريضوا وحتى حد ما يعارضني. وتكيف في الفصل 72 المجله نتاع الجزائيه اللي هي معناتها عاملها الفرنساوي في 54 باش يكمل بها الافواه نتاع التوانسه نتاع جدودنا، باش يوريك التسبيحي تستعمل في الادوات اللي استعملهم الاحتلال وقت اللي كان موجود. اذا عملوا على خاطرهم وتوا سيء بالفرشه معناتها وليت تتكي فيهم. اوكي باش نسمعكم علاش يخاف منهم. معناتها انا متاكد اللي فهم برشا ناس ما تعرفش جيل زاد. وقت اللي كتبت المقالات نتاع جيل زاد في جويليا موجودين في الصفحه نتاعي، ترجعوا لهم كان تحبوا شنو هو الجيل زاد وشنو هو الجريك وشنو الانفال اللي بيجي من بعده. طبعا هو ما يعرفش معناتها الكونسيبت وشنو وكذا وكذا، ونجموا تلقاوها مش المحل. اما علاش يخاف منها؟ خلينا نعطيكم اسمعوا واحد يحكي لكم على الصيف في مدغشقر، مش نقعدش انا نحكي برشا. اسمعوا هذه. مساء الخير على صديقنا العزيز. في ساحة 13 مايو بالعاصمة أنتماناريفو خرج شباب مدغشقر من جيل زد بيحتفلوا بانتصارهم على نظام حكم استمر أكثر من 15 سنة. الرئيس أندري راجولينا اللي كان رمز للطموح والصعود السريع انتهى به الحال هارب على طائرة عسكرية فرنسية متجهة إلى دبي. لكن طموح سريع صعد وعدهم بعد 5 سنين قطع فرنسا والامارات. شد عندك ذكركمش بواحد باهي نمشي نكمل مسج. علاش خايف؟ القصة ما بدأتش بالهروب، بدأت بشرارة بسيطة جدا. في 25 سبتمبر مجموعة من الشباب نزلوا الشارع يعترضوا على أزمة انقطاع المياه والكهرباء. الاحتجاجات دي بدأت محدودة، انقطاع الماء والكهرباء اللي قاعد يصير ديما عندنا راهو في الصيف لما حل، لكن احنا الشباب بتاعنا مازال ما خرجش. اما توا خرج الشباب بتاعنا في جابس خاطر اختنق وعلى خاطر حقه في بيئة سليمة. باهي مش مشكلة. هكا بدا يجبد في حكاية شي زاد، بدا يحس يتحسس الخطر. كرة التلج كل يوم كانت بتكبر، ومع زيادة القمع بتحول الغضب من مجرد مظاهرات بسيطة لثورة شعبية هدفها إسقاط النظام. هو يعرف إنه القمع يساوي التأجج أكثر في إذا على ذلك هو قال يبسس للمظاهرين ويقول لهم قوات الأمن معاكم كذا، لكن هو من الأول بدأ بالقمع. هو ضرب مواطن ضربوه في عينه وما حلوش حتى تحقيق في الحكايه، ضربوا بروجيكتيل ديريكت هذا وقال لك باش يداويه. معناتها مش كلش باش يداويه، رجع له عينه قالوا باش يداويه. معناتها انت اعتراف منك انت كي تقول انت باش تداويه ان اصلك ما عندكش صحه في جابس من اصله معناتها. ولا وزير الصحه نتاعك اللي قال لهم معناتها ما يسالش موتوا بيبطوا في جابس نجيب لكم مستشفى تاع السرطان. فاذا معناتها القمع معناتها عارفينه هما، لذلك توا يحبوا يخفوا منه ويخفوا العباد بالكعبه معناتها مش باهي يحبوا يفرقوا توا مبطلهم شكون معناتها بتاع الامن القومي الدوله في جابس يحب يفرقهم خاطر توا كراهم بالتحديد ما نجم يعملوا ضدهم حتى شيء. نكملوا. والغضب من مجرد مظاهرات بسيطة لثورة شعبية هدفها إسقاط النظام بالكامل. في البداية الشرطة العسكرية تصدت للشباب ومنعتهم من دخول ساحة 13 مايو اللي تعتبر رمز للنضال الشعبي في مدغشقر، حاجة كده زي ميدان التحرير عندنا. المفاجأة حصلت يوم 11 أكتوبر لما وحدة النخبة في الجيش والمعروفة باسم كبسات انقلبت على الرئيس وانضمت للمتظاهرين. المفارقة إن نفس الوقت بحدوث أخطاء وتجاوزات ووعد بتسليم السلطة للمدنيين خلال سنتين. الناس في الشارع كانت ما بين فرحة وقلق. فرحة لأن الرئيس ماهوش يرجع جيش، إذا كان خذ السلطة ما يرجعهاش، باهي يمشي مش مشكلة. اللي غرق البلد في الفساد سقط وقال باهي أنا قصة خطرني في سفرة معناتها باهي. إذا كما قلنا معناتها العسكر في
النظام اللي هو اللي جابوا نحى راس النظام الفاشل وكل شيء، وتكمل المسرحيه باشخاص اخرى. هذاك هو من الاشخاص. توا نرجعوا له اللي هو خلينا نمشيو للابيات والشعريه. عليك خايف من الجين زاد طبعا. باهي عندي نصيحه لجماعه اللي يكتبوا في صفحه الجين زاد بتاع تونس. راهو الجين زاد يكتبوا بالايموجي ويكتبوا بالنار وباللي تشعل وكذا وكذا. الجين زاد ما يكتبوش بيانات كبيره طويله، هذيا باش يكونوا واضحين، ما عندهمش الوقت باش يعملوا الشيء هذا. ولقاءاتهم ماهيش في الفيسبوك، ما يعملوش بيانات، راهو مش هذايا هو معناتها ناس عمليين معناتها. حتى كي يحبوا يختاروا رئيس الحكومه كذا يختاروها اون لين بينات بعضهم، وكي يحبوا ينظموا حاجه يمشوا للديسكورد في الوحات نتاع لي جيمر. فما انتحال صفه جنسي معناتها من طرف حتى الفيديو اللي عملوه البارح هذاك نتاع خذاو كل لابسه نتاع فانديتا هذاك وكل شيء. الاختيار غير صعب نتاع الناطق الرسمي نتاعهم. مركبه باهي اوكي خدمه باكلي باينه معناتها نتاع ناس من الجينيراسيون تاعي انا معناتها، لكن مطعمين على الجينيراسيون اللي قبل، ماهمش مطعمين على الجينيراسيون زاد، مش فاهمين الكونسيبت ومش فاهمين كيفاش تمشي لهم. اذا قيس عايده بيقول لك ينتحلون بالحق، انتم انتحلتوا صفه جنسي، ما كنتش جنسي. جنسي على فكره ما يعرفوش يتكلموا بالكلام نتاعهم خلط عربي فرنسي، عربي وانجليزي مش فرنسي، ما يخلطوش بالفرنسي، دي على برشا حاجات. اذا ما همش جنسي مش عمايلهم اللي عملتوهم هذوما على فكره. ما تركبوش على حاجه مش نتاعكم، وخليها تمشي سله سله كيما هما يحبوا الشباب نتاعنا، كيما معناتها في ظاهره نتاع واحد سياسي بهيم تابع كتله معناتها معينه مش لازم نحكي عليها، ظهر له معناتها باش يركب على موجه مزروب يحب يطيح قيس عايده. خلي الامور تمشي كيما هي، خلي الشباب هذاك هو ياخذ التجربه نتاعو، وكيما انتم ركبتوا على نضالاتنا احنا معناتها في فتره معينه تحبوا معناتها تزيدوا، احنا ضيعتوا الجينيراسيون تاعنا تحبوا تضيعوا الجينيراسيونات الاخرين. فهمت؟ لا اللي عملتوه خايب، انا ما عجبنيش. مش على خاطر تحبوا تطيحوا قيس سعيد ومزروبين ومش عارف شنيا تمشي معناتها تبكلي الدنيا الكل تفسد كل شيء. مش فاهمين انتم فاشلين والشعب معناتها مش راضي بيكم. كي تفهموا معناتها الشيء هذا بالفشل نتاعكم وتقروا به، احنا نحبوكم تكونوا صف واحد وتعنوا ضد الانقلاب، ما عادش تعملوا الاعمال هذه، ما تركبوش على حاجات مش نتاعكم سايب على كل. هذاك الكلام كله نتاع جماعه التراس راهو نتاع جماعه الاستادات وعمارهم فاتت 28 سنه ومولاتهم مش هي بيدها على بيضاء. جبتوا شويه حكايه الانترنت اللي تقص شيء، لكن بون ايش عليه. جو با بوليميكي اللي عارض المعارضه ليست معارضه، لكن نصيحه مني اليوم هما فهمت. قيس سعيد ما عندي ما ننسى نقول له هز دبش بقول لك كما هما نقول لهم سايب عليكم هذا، سايب الشباب يقوم بالتجربه نتاعو كيما لازمها تتقام. باين نكملوا قيس سعيد. ويوجه إليهم كل يوم الصفعة تلو الصفعة. الله الله. زعم هؤلاء أن سيغتالوا إرادة شعبنا، فابشر بطول سلامة يا تونس، كما قال جرير. زعم الفرزدق أن قال لك هو معناتها مش باش يطيح تويك، فابشر بطول سلامة يا تونس. هو تونس، هو تجسد حلت روحه. ما هو عنده الحكايه مع الحاكم بامر الله ذاك اللي خرج يوما ولم يعد. فهمت؟ يقولوا اخته هي اللي سمته بعد قالت خرج ولم يعد، وخرجت منه الطائفه الدرزيه اللي تشوفوها توا معناتها وطوائف اخرى يعتقدوا انه باش يعاود يرجع، لانه حلت فيه معناتها الروح الالهي مش عارف شنو وكذا. فهو توا حل قيس سعيد في روح تونس. ابشر يا تونس بتونس. طبعا تونس اذا كان باش نحكيو على ما كانش اسمها فتره معينه تونس، كانت اسمها كرتاج، بعد اسمها افريكا وقت الروما، وبعد ولات اسمها افريقيه عند العرب ودوله الغالبه، وبعد دوله الحاصل الدول الكل اللي تعاقبت على تونس باش نقعدوا نتبعوا معناتها بعد الغالب الفاطميين ولا الحفصيين ولا اللي جاوا الاتراك ولا المراديين، ولا مشيت بعد عند الحسينيين باش وصلت الدوله هذه. تعدت بزيتات. اي شعب تدفق الشعب على تلك الارض اللي هي تونس اللي ديما مره تكبر حدودها مره تصغر ستبقى معناتها. انت فاصل هزلي وباش تحط في مزبله التاريخ،
ولو دامت لغيري كلمة قالت لك. لكن بسيري تونس تظل معناتها مش عم تتفسخ الخريطة، يعني حتى روما كي لوحت فوق الملح عاودنا زرعناها، عاودنا زرعوها جدودنا معناتها. إذا ماهيش هذه المشكلة، احتلت ثم استقلت ثم هي سيطرت على أراضي أخرى، هذا كله لا يهم. غيرت تدرابوها سنوات ورا سنوات، وغيرت سياستها وغيرت دينها وغيرت لغتها. هذا ما كان قبل من تجي والعرب كانت عندها لغة أخرى. إذا هذا كله ما تدفق الشعب هذايا فوق هذه الأرض سيظل طبعا، لكن مش بالضرورة يكون اسمها تونس ولا العلم نتاعها والعلم هذاك ولا غير ولا غير. لكن سنبقى كمجتمع، وش تبقى الأواصر الاجتماعية بيناتنا، وش يبقى المشترك بيناتنا اللي تكسرته قيس سعيد. إذا أبشر يا تونس بطول اقتل مرمان، أبشر بطول سلامة يا مرمى. قال لك أنت كما قال هو شرير اللي يحكي عليه على فكرة، هو تبع السلطة، والفرزدق اللي يهجو فيه هو ضد. لأن فما عركة بين الشعراء، فهو توا يهجو وباش يقص باش يمرغ لكم انوفكم في التراب، وهو بما انه كان معناتها في حاله ضعف وتوا اصبح كذا وقد قال لك العصفور خرج من القفص ولن يعود، وما نعرفش شنو يكذب. معناتها هو انت 6 سنين توا وليت معناتها مرغت انف الشعبي في التراب ونكلت به. اذا انت باش تحكي لك من بعد ضعف قوه وكذا، انت هكا انتقمت معناتها. الناس اللي كانت موجوده ما كانتش بالانتقام هذايا معناتها في الشعب التونسي، شفتوهم معناتها كانوا ينتقموا من الناس معناتها، ويحطوا في المدونين في السجون، ويحطوا في الناس الكل في السجون. ما عملوش الشيء هذا. عندهم اخطاء سياسيه، انقسامات بيناتهم، مشاكل، فشلوا في تسيير الاختلاف بيناتهم، ما عملوش منجز اقتصادي. اوكي مش مشكل. قيس سعيد تشمت في الناس الكل، قسمت الشعب، فشلت اقتصاديا، فشلت اجتماعيا، فشلت دبلوماسيا، فشلت كذا، لست قدرا محتوما على الشعب التونسي. ارحل تسبلمهم، فكك الوحدات صار في جابس معناتها ما كانش، اقلب وجهك وتيفكوها الرجاله. هذا هو معناتها. مثلا ناخذ اكزامبل تاع جابس، انت حيطه تاع مسجون تو ما بنيتو، ايش علينا بقى بشيرية تونس. يعني انا داخل الراجل حلت روحه في تونس معناتها، الحاكم بامر الله يرى روحه هو تونس معناتها. إذا جيد موجه من الفرزدق، إذا وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ المغيث جذعت أنف الأخطر. إذا وضع الشعب التونسي وحقق إرادته، حقق ما يريد الشعب الذي كان شعاره الشعب يريد، سيظهر من هو من جنس المغيث، وسيتم جذع من كان في صف الأخطر. اوكي الشعب التونسي فعلا، انا ضمن صوت قيس سعيد، انا اللي هو معناتها ما مشاش الاستشاره بتاعك، ما مشاش الانتخابات الرئاسيه اللي حتى هكاك وسرقتها قعدت خايف، ما مشاش المهزله اللي عملتها بتاع الاقاليم والجهات ومش عارف شنو، وراه ضدك الشعب هذا. اذا فعلا اذا تحرك الشعب كما في جابس واتحد كما في قصة صابر، كما في جابس، كما في برشا بلايص اخرين، مش تحرك الشعب ومش يتحد، راهو ارادته باش توصلوا في الاخر بكل يوم. يستحي الشعب التونسي ولا يخاف انه يقول انك انت السبب بعد 6 سنين بالكلام وبالانشاء وكذا ومرفوع عليك القلم، انا عارفينك ما يقول. فانه فعلا سيجدع انفك وانف نظامك، هذا متاكدين منه قيس سعيد. واليوم الظالم واللي عنده السلطه واللي كذا واللي يجب جذع انفه لانه طغى وتجبر هو انت قيس سعيد. اذا هذم الابيات راهم فعلا تنطبق على نحن كشعب تونسي، وانت كسلطه غاشمه احتكرت كل الصلاحيات وعاثت في الارض فسادا واوغلت في ظلم التوانسه. اذا هذا هو معناتها اللي نجم نقولوا له قيس سعيد، معناتها ما عندناش حاجه اخرى باش نحكيها لك، معناتها انه احنا نضم وصلنا لك انت، وفعلا سنجدع انفك يا اخطر. فيها شيء الحكايه معناتها، اما الحكايه كل تستحق وقت. الوقت
في صالح الشعب التونسي لو على فكره رغم المآسي. فانه الصمود اللي اذا كان صمت ما ضاع حق وراه مطالبون. فانت اذا كنت تصمد واذا كنت تحافظ على حريتك واذا كنت تلتحم نصيحه لاهلنا في جابس، انتم توش الشعله اللي نقتبس من نورها، ما تسمحوش للنظام هذايا انه بالمفاوضات يشتتكم. لحمتكم راهي هي اللي هبطته انه يرفع التصرفات الرعناء اللي كان يعمل فيها ملول في قمعكم، وانه يبعث شكون باش يتفاوض معكم. لكن الهدف نتاعهم التفاوض هو تشتيتكم وانه يكسر اللحمه اللي بيناتكم. كلمه برك يكتبوا له في التفاوض سهله ياسر، معناتها اللي هو حقكم المشروع والمينيموم تاع حقكم اللي 50 سنه معناتها وانتم تدفعوا في ضريبه معناتها خبز ياكلوا فيه التوانسه من جره المجمع هذاك ملوث بدمكم. وراه ما يساعدناش كتوانسه زقوم علينا الخبز والبطاطا اللي يحكي عليها رياض جراد، اذا كان ملوثه راهي بدم وبصحه خونا الكبسي. اذا في الورقه اقعدوا موحدين قدام قضيتكم. في الورقه كلمه برك تفكيك المجمع فقط. ما تفهمش ما عندي ما نحكي معاك، عندك 52 سنه وانت تهز وتسقط، ماتت جينيراسيونات، فسدتوا الحرث والنسل. اذا ماذا؟ هذا المجمع افسد الحرث والنسل. اذا هي كلمه واحده مكتوبه تفكيكه ولا رجوع. ما هو بحب لا رجوع الى الوراء، ما هو يحب لا رجوع الى الوراء. المرشرير تكسر، ما هو كسر عيد مرشرير مكسر، نحبكم مرشريركم مكسر، لا رجوع الى الوراء. تفكيك الواحد حقكم الشرعي والاصلي، واللي احنا كتوانسه راني انا كبنزرتي ما يساعدنيش ناكل بطاطا والا مانيش جيعان كما رياض جراد، ناكل بطاطا ولا خبز ملوث بدمكم وبمعاناتكم مهما كان الثمن نتاعو. والله كي يديهولي بلاش راهو حرام عليا زقوا. اذا هذا هو معناتها لا تفاوض. اللي قريت الايات الثلاث اللي عملوها في مؤتمر السودان العرب اللي بعد الحسوه هذيك لن ولا ليه اخويا لا تفاوض، تفكيك. هكا تفكيك، ما تقولوش لا تفاوض، انتم احضروا اكتبوا له تفكيك المجمع وانتهى الموضوع. هذا هو معناتها. فاليوم كما يقول الشاعر باش نردوا عليه معناتها بشويه شعر، ما حس يا قيس سعيد ما حس سيف اسطار البلاغه وانتحى عليك ليوث الغابي من كل جانب. هاي بسلامه.